السلام عليكم وأسعد الله مساءكم خوتي بكل خير. كما راه متداول في كل المواقع، هذه الشقيقتان اللي مؤثرات في التيك توك قاموا بجريمة شنعاء. استدرجوا هذا الشاب اللي راه ظهر في الفوتو، استدرجوه للبيت نتاعهم وقاموا بحرقه. كما راه متداول يقولوا باللي هذا الشاب كان يبتزهم، عنده فيديو نتاعهم، فيديو مخل بالحياة. جريمة بشعة بولاية الواد صبحنا عليها، حيث قتل الشاب حليل خير الدين من طرف الناشطة عبر موقع التواصل الاجتماعي التيك توك بالاسم المستعار هادي اللجدل. قيدته هي وختها وحرقوه في دار الفاعلة، قبضوا عليها الشرطة وختها راهي هاربة لحد الآن. الله المستعان، يعني الزمان اللي لحقنا له خطير جدا اخواتي. المهم ديروا حسابكم، راه الزمان يا اخواتي ما عادش يرحم. السلام عليكم. نعم، الجريمة وقعت أول أمس ببلدية قمار بولاية الوادي على الحدود التونسية، وكان ذهب ضحيتها شاب في العشرينيات من العمر. والمعطيات تؤكد أن المتورطتان في الجريمة هما شقيقتان في العشرينيات كذلك من العمر. المشتبهتان في القضية ناشطتان على منصة تيك توك. يعني المعلومات المتوفرة أنه الجانيتان اللي ما نعرفوش العلاقة التي تربطهم بالجاني بالضحية عفوا، استدرجته إلى مكان معين، مكان منزل غير مأهول، وتم الاعتداء عليه بمادة حارقة، تم سكبه بمادة حارقة وتم إشعال النار في جسده، وتوفي يعني بعد ساعات ما نقل إلى المستشفى وتوفي في المستشفى. الآن ما توفر كذلك من معلومات أنه إحدى الجانيتين تم توقيفها من مصالح الأمن، وقف واحدة من الأخوات. نعم تم توقيف واحدة، والأخرى اللي حتى لم يتم توقيعها